السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات عامة صفحة 166 لصفحة 170 سلاح التلميذ لغة عربية الصف السادس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات إن شاء الله. بيقول لك صل كل جملة بنوع الخبر الوارد به. القطار تحرك ده بص اهي، تحرك دي فعل، يبقى دي جمله ايه؟ جمله فعليه. الاستراحه بين الشواطئ ده هي خبر شبه جمله جر، خبر شبه جمله ظرف، باينه دي ظرف اهي، يبقى تقول له خبر شبه جمله. الوقت هو حياتنا، دي خبر جمله اسميه. طيب الخير طرائقه واسع، بص كثيره، بص فيها ضمير اهي، يبقى جمله اسميه. الامانه من الاخلاق دي شبه جمله. السخاء يستر دي جمله فعليه. طيب اكمل مكان النقط بالخبر او نوعه كالمثال. المدير مجتهد، هتقول له ده خبر مفرد. الحافله، حط لي شبه جمله هنا، هتقول له الحافله مثلا امام المنزل. ده خبر شبه جمله ايه؟ هتقول له ظرف اهو. المصريون صنعوا مجدا، هتقول له دي جمله فعليه، صنعوا ده فعل. طيب التاج صناعته ممتازه، طالما فيها ضمير يبقى جمله اسميه. الحديقه امام دي ظرف يبقى شبه جمله. الوقايه نقط، هتقول له الوقايه خير من العلاج. طيب حلل المبتدا والخبر بالجمل من خلال الجدول. القصص، هو عامل لك القصص. طب تعالى بقى على الجمله الثانيه انا عاملاها تحت خالص، انا اتلخبطت اهي. هتبص يا شباب، الاسئله سهله، هتقول له هي الاسئله دي مبتدا وعلامه الرفع الضمه ونوعها جمع تكسير، والخبر بتاعها هتقول له سهله وده خبر مفرد. العاملات ينظفن الغرف، العاملات مبتدا ومرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع مؤنث سالم، وينظفن خبر جمله فعليه. طيب القاده بين الجنود، القاده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع ايه؟ جمع تكسير. وبين الجنود دي الخبر وده خبر شبه جمله. الطفلان يلعبان بالكره، الطفلان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى اهي. ويلعبان ده الفعل وده خبر جمله فعليه. طيب عندي هنا السفر صيفا، السفر مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه مفرد، والخبر صيفا وده خبر شبه جمله. ثبت الفيديو، وقف الفيديو لحد ما تنقل اجابتك، وبعد كده شغل الفيديو وكمل معانا. حول الخبر المفرد لجمله فعليه والعكس، افهم كده بالراحه. طيب هنا بيقول لك الضيف جالس مع جدي، عايزه اخليها بقى ايه؟ الجالس دي خبر مفرد، عايزه اخليها خبر جمله فعليه، هقول له الضيف يجلس مع جدي. طيب الاب ينتظر، دي خبر جمله فعليه، انا عايزه اخليها مفرد يبقى الاب منتظر. دي صفحه 166. يلا بينا على صفحه 167. اكمل بما هو مطلوب من القوسين، حط لي خبر جمله فعليه، يبقى احترام الوقت بيساعد في النجاح، ده خبر جمله فعليه. الزرافه رقبتها طويله، خبر جمله اسميه. السوق وسط المدينه، ده خبر شبه جمله ظرف. الهدايا جميله، ده خبر مفرد اهو. هنا يا بطل بيقول لك اعرب. الأسرة دعمها مؤثر، يبقى الخبر دعمها مؤثر. عايزة أعرب، هتقول له دعم مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وكلمة مؤثر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ودعمها مؤثر هتقول له الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول اهو. طيب الاختباران في الكتاب هنا ده الخبر وده خبر شبه جمله، هتقول له في حرف جري، والكتاب اسم مجرور علامه جره الكسره، والشبه جمله في محل رفع خبر المبتدا. طيب هنا بيقول لك العامل فوق المبنى، العامل مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، وفوق المبنى دي الخبر. فوق ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتحه، المبنى مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره، والشبه جمله ده يا شباب في محل رفع خبر. المهندسون ماهرون هنا الخبر وده خبر مفرد، هتقول له خبر مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. طيب هنا بيقول لك ثبت الفيديو كده من النص لحد ما تنقل وشغل الفيديو. اقرا الفقره التاليه. هيستخرج لي خبر مفرد، هتقول له نور، العلم نور، علامة إعرابه الضمة. طب خبر جملة اسمية، العلم آثاره عظمة، طالما فيها ضمير أهي يبقى دي خبر جملة إيه؟ جملة اسمية. هتقول له آثار هنا مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وعظيمة هنا خبر. طيب هنا بيقول لك خبر جملة فعلية، هتقول له يعيش المتعلم يعيش حياته، يبقى هنا ده خبر جملة فعلية، هتقول له فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. خبر شبه جملة، هتقول له في تطور، في حرف جر، وتطور اسم مجرور. حول الخبر في الجملة الآتية إلى خبر مفرد وغير ما يلزم. العلم آثاره عظيمة، دي خبر جملة اسمية عشان فيها ضمير اهي، عايزة أخليها هو إيه؟ خبر مفرد، يبقى العلم عظيم الأثر. كده حبايبي احنا حلنا صفحة 167، ننتقل لصفحة 168. صفحة 168 بيقول لك اختار السبب الصحيح لكتابة الهمزة، دي تمارين على الهمزة المتوسطة على نبرة.
على الياء اللي هي على نبرة. حفر الرجل بئرا هتقول له ما قبلها مكسور. جئت اللي هنا تحت بص اللي قبل الهمزة مكسور. طيب سأزورك بمشيئة الله قبلها مد بالياء. سمعت المريض يئن انها تقول له الهمزة مكسورة لا تصاحب اللئام ما قبلها مكسور. أكمل بكلمة بها همزة على نبرة مضاد ناقصة تقول له زائدة، يبقى لا تأكل أطعمة زائدة عن حاجتك. الحب يملأ أفئدة الأصدقاء. مئذنة تقول له مئذنة المسجد مرتفعة. كتبت قائمة بما سأشتريه من المتجر مفرد قوائم قائمة. أخي نائم منذ 10 عكس مستيقظ يبقى نائم. أكمل الجمل الآتية بالكلمة الصحيحة. هتقول له الأسد حيوان مفترس. يعطف الأب على أبنائه الهمزة على نبرة. عائشة أختي اسمها عائشة. سائق الحافلة خبير بالطرق. أجاب المعلم عن المسألة. كده احنا حلنا صفحة 168 169. جمع كتيبة كتائب مفرد بيئات بيئة. جمع فصيلة فصائل فضيلة فضائل مفرد باع بائع. جمع ناشئ ناشئون. طيب بيقول لك هنا ادمج الحروف ثم اكتب الكلمة بشكل صحيح. هنا هتقول له فئران، هنا هتقول له كلمة عائم، هنا هتقول له كلمة أسئلة، هنا هتقول له كلمة ضئيل، هنا هتقول له صوب الخطأ. وظائف تكتب بهذا الشكل يا شباب الهمزة على نبرة. وسائل الهمزة على نبرة. العصائر الهمزة على نبرة. مليئة الهمزة على نبرة. الرئيس الهمزة على نبرة. ضع خط تحت الكلمة الخطأ وصوبها كالمثال. اطمئن المفروض تكتب بهذا الشكل الهمزة على نبرة اهي. طيب رئتك رئتك اهي تكتب بهذا الشكل. كلمة زائد تكتب بهذا الشكل. طيب كلمة مشيئة تكتب بهذا الشكل. احنا كده حلنا صفحة 169. ننتقل لصفحة 170 يا شباب، يلا بينا. تطبيق على النص. بيقول لك هنا استخرج لي خبر جملة فعلية. تقول له يجعل اسم معرفة. أي اسم فيه ألف ولام يبقى التذكير. نوع معرب بالفعل فاعله ضمير مستتر. تقول له تنتظر وده فعل مضارع. تقديره أنت. ونعت تقول له اليومية. قال لك هنا أعمالك اليومية. طيب هنا يا بطل بيقول لي الاسم منظم التفكير. المسؤول منظم التفكير. حدد نوع الخبر. ما هو منظم دي خبر مفرد. المسؤول أداءه. بص طالما فيها ضمير يبقى خبر جملة اسمية. يحقق يبقى هنا خبر جملة فعلية. المسؤول بين الموظفين خبر شبه جملة ظرف. صوب الخطأ في الكلمة الملونة. ينتبه السائق للطريق دائما. السائق تكتب بهذا الشكل الهمزة على نبرة. المنزل هنا هتقول له اسم مجرور. اللي بيجي بعد حرف الجر اسم مجرور. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. المنبه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الفقرة الأخيرة بيقول لك هنا هات لي فعل. هتقول له علمت. نوعه فعل ماضي. اسلوب استفهام هل علمت الآن. كلمة بها همزة متوسطة. كلمة المسؤولية. وكلمة قائدا مضاف إليه هتقول له كلمة الآخرين. طيب عايز هنا بيقول لك أكمل بنوع الخبر المطلوب. حط لي خبر مفرد يبقى التلميذ مجتهد. شبه جملة التلميذ داخل الفصل. ما هو شبه جملة يا إما يجي ظرف زمان ظرف يا إما يجي مضاف إليه يا إما يجي جر ومجرور. التلميذ إجابته صحيحة يبقى أنا حطيت خبر جملة اسمية. التلميذ يذاكر دروسه جملة فعلية. الثقة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. مواجهة تقول له اسم مجرور علامة جره الكسرة. كده يا شباب احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا يا رب بالتوفيق والنجاح. ما تنسوش يا أبطال حطوا لي لايك كده للفيديو. أكون متشكرة جدا ليكم يا شباب. حطوا لنا أكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده أكون متشكرة جدا ليكم. وعندك كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر اضغط عليها وبكده تكون اشتركت في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة.